اهو ده بقى الطاجن اللي نقول عليه اكاد من فرط الجمال وادوب. بجد شايفين الجمال، شايفين المنظر، حاجه كده مفيش بعد كده. بجد الطاجن ده رهيب. لو بتدوري على اكله تشبعك وسهله وتنفع كمان فطار في رمضان، اعملي الطاجن ده. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض طاجن سجق بالبطاطس والخضار. حاجه كده رهيبه، مكوناته بسيطه جدا، واغلب المكونات بتاعته موجوده في كل بيت، ومش محتاج ولا تكاليف ولا مجهود. عشان كده بقولك ده هيبقى طاجن مثالي في رمضان. حتى لو عملتيه هيطلبوه منك على طول، كل يوم هيبقوا عايزين على السفره طاجن سجق بالخضار. لو عايزه تعرفي الطريقه شوفي معايا الفيديو للاخر. يلا مع بعض نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها، هنجيب الطاسه بتاعتنا ونحطها على النار، ونحط فيها مسحه زيت بسيطه جدا يعني بالفرشه كده، ونخليها تسخن. طبعا ليه مسحه زيت بسيطه؟ لان انتوا عارفين طبعا ان السجق بيبقى كله دهون وبينزل الدهون بتاعته واحنا بنعمله، فعشان كده حطيت مسحه زيت بسيطه. تمام كده. وهنسيبه مش هنقلبه طبعا عشان ما يتهريش مننا، طبعا انتوا عارفين الموضوع ده. اول بقى ما تبدا ريحته تطلع كده نبقى الدنيا ماشيه تمام. بعدين لونه هيبدا يغير ويتحمر كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. نبدا بقى نشيله ايه بالراحه كده. انا كنت عامله كميه كبيره، فعشان كده ايه عملتها على مرتين في الطاسه. هطلع الكميه الاولانيه واحط الكميه التانية. طبعا انت لو عايزه تعمليه انا تعمليه بحاله كده على بعضه اعمليه، عايزه تقسميه انا قسماه نصين، اقسميه نصين بس. لما تيجي تقسمي السجق تقسميه هو متجمد، يعني ما تستنيش اما يطرى. لو هو طري وانت بتقسميه هيطلع اللحم المفروم من جواه، وهيبقى كانها لحمه مفرومه مش هتبقى سجق. يعني حتى منظره العام مش هيبقى حلو. يعني نعمله برضو ونسيبه على النار كده برضو لحد ما ايه ما لونه يغير وتحسي ان هو اتحمر كده. نشيله بقى ونركنه على جنب. هنبدا بقى نجيب الخضار بتاعنا مكان الدهون والزيت بتاع السجق. الدهون اللي نزلت من السجق هنسيبها في الطاسه، ونبدا بقى نقلب الخضار بتاعنا. اول حاجه هنحطها، انا عامله بصل طرنشات كده، هبدا بقى ايه اقلبه. طبعا انا هنا حسيت ان الطاسه هتبقى صغيره قوي على الخضار والحاجه، فجبت الوok دوت وحطيت فيه ايه، نقلت فيه بقى الحاجه عشان ايه يكفيه كله يعني. بعد ما قلبنا البصل زي ما انت شايفه لونه عامل ازاي، تحسيه زي كرمل كده شويه، لونه غير. هنجيب بقى معانا برضو قرنين فلفل اخضر مقطعينهم برضو طرنشات كده. هنقلب. لو انتي بتحبي الاكل يبقى حامي شويه مع الفلفل الاخضر تحطي شطه برضو، قرن شطه اخضر تقطعيه. ولو عندك فلفل الوان يا سلام، بيبقى جميل جدا وبيدي الوان جميله قوي وظريفه يعني. برضو بنقلب لحد ما الفلفل يدبل. هجيب بقى الطماطم واحطها برضو مقطعه طماطمتين شرايح. وبعد كده بقى نجيب البطل بتاعنا، البطاطس دي بصل الطاجن مع السجق، هي والسجق يعني. وهنقلب بقى مع بعض كده. هنفضل نقلب لحد ما المكونات كلها تختلط ببعضها اهو بالشكل ده. هنجيب بقى التوابل بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين ان السجق بيبقى متبل، يعني بيبقى جاي من عند الجزار متبل جاهز. انا بحط معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، وشويه ملح. طبعا انا حاطه الملح والحاجات دي عشان خاطر الخضار، يعني ممكن لو انت السجق لوحده ممكن ما تحطلوش ملح تبع ما هو متملح. وبحط له معلقه بابريكا عشان اللون، يعني لو مش موجوده ملهاش لازمه. انا بقى في الطاجن ده بحط في تريكايه كده بعملها، بحط صويا صوص غامق. بيدي تيست جميل جدا جدا في الطاجن. لكن انا ما كانش عندي صويا صوص فحطيت معلقتين عسل اسود، بيغني يعني بيأدي الغرض، ما بيغيرش طعم خالص. انا حاطه معلقتين عشان انا عامله كميه كبيره، انت لو عامله كميه صغيره بتحطي معلقه واحده بس. ونبدأ بقى نكمل تقليب. وتضربي كده طماطمتين في الخلاط وتحطيهم على ايه، على المكونات دي كلها. لو عندك معلقه صلصه حطي معلقه صلصه، مش حابه تحطي صلصه خلاص. نقلب كده حبه ميه بقى كده، نغلي شويه ميه ونحطهم عليهم عشان ما يلزقش في الايه في الوجو بتاعنا. هنقلب بقى كده مع بعض. وبعد كده بقى هنجيب الغطا ونغطي المكونات دي كلها، ونسيبها شويه على النار حوالي 5 دقايق كده عشان ايه تتسبك كلها مع بعضها، عشان الطماطم تتسبك. تمام كده. بعد 5 دقايق بشيل الغطا واجيب السجق وانزله بقى ايه مع الحاجات دي كلها، مع الخضار ده كله. وابدا بقى اقلبه كده، اقلب كله بقى في قلب بعضه. واسيبهم بقى على البوتاجاز
طبعا عشان البطاطس تستوي برضو معانا ما احطوش في الفرن على طول، اسيبهم على البوتاجاز حوالي من 10 دقايق لربع ساعه. تمام كده. طبعا لما كله بيتسبك مع في قلب بعضه بيبقى الطعم غني كده. وبعد كده هروح جايبه بقى الطاجن بتاعنا وانزل المكونات دي كلها مع بعضها. في الوقت ده بقى انا كنت وانا بنزل من الوك في الطاجن، السجق كان ليه راي تاني، حب يعمل حريه تعبير فنط على الرخام، لكن طبعا لحقت الموقف يعني، وجبت مقصوصه ونقلت بالمقصوصه. هنحطه بقى كله كده. انا حابه اقول لكم كمان ان الطاجن لما بنيجي نستخدمه بنبقى مسخنينه الاول في الفرن، يعني بتحطي الطاجن الاول في الفرن فاضي وبعد كده بتطلعيه وتحطي فيه المكونات بتاعتك. حطيت كده كل المكونات، نجيب بقى قرن شطه اخضر كده جميل ونحطه على الوش. ليه بقى؟ عارفه زي شغل المطاعم كده يعني، تحس انك الطاجن خارج لك من مطعم، بيدي شكل جميل يعني. نحطه كده. في الوقت ده بقى ببقى انا قايده الفرن بتاعي على 180، بحطه في الفرن حوالي من تلت ساعه لنص ساعه. طبعا في المرحله دي هو طالع، انا مش محتاجه اعلق بجد، يعني لو الروايح بتطلع من الفيديو هتشم حاجه كده رهيبه، الريحه رهيبه. السجق طالع مظبوط جدا، البطاطس طالعه طريه والصوص متسبك، حاجه كده مفيش بعد كده زي ما قلت لك. طبعا في سلطه الطحينه بقى جنب منه تكليب العيش او شويه رز ابيض، يعني اي حاجه تاكليه مع اي حاجه. بجد طاجن جميل جدا وهيعجبكم لو جربتوه، بالهنا والشفا مقدما. ولو الفيديو بقى عجبكم ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، ولو لسه اول مره تشوفي القناه بتاعتنا اشتركي فيها، واكتبوا لي بقى في الكومنتات عايزين تحبوا تعملوا وصفات ايه تاني في رمضان، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده. وكل سنه وانتم طيبين.